بطلي بقى، كفايه خلاص يعني. انا هنقفل الفيديو ده بقى. دي اخر معلقه، اخر معلقه. طب وانا اهي اخر معلقه. اخر معلقه. لا انا الكبيره. انا صغيره لازم تبارك لها في الحاجه. حرام. اول حاجه معانا جبت كيك عندي، بيكون اي نوع كيك، ممكن تستخدمي كيك سبونش او اي كيكه بتتباع في السوبر ماركت تقدري تستخدميها، وممكن كمان طريقه الكيكه اليوميه اللي انت بتعمليها بكل سهوله. بس لازم الكيك بتاعي يكون بارد معايا. لو عايزين تعرفوا انا عملت الكيك ده ازاي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكتب لكم المقادير على طول وبكل سهوله. هتبقى معاكم حلوه جدا وناجحه كمان. جبت بقى الاطباق اللي هي بتبقى جاهزه كده علشان يبقى شكلها كده مدي زي بره، وابتديت احط فيها قطعتين من الكيك. وهنا بقى جبت كوبايه ونص من اللبن السخن، وحطيت عليه 4 معالق من السكر، وممكن تزودي لو انت حابه. هقلب بقى كده اللبن مع السكر، وهبتدي بقى ايه اسقي بقى الكيك بتاعنا ده بالشكل ده كده عشان يبقى طري معانا ويبقى طعمه خطير جدا. الوصفه دي سهله وبسيطه، وعلى فكره طعمها خطير قوي. تعالوا بقى دلوقتي نجهز للطبقه اللي هنحطها فوق الكيك بتاعنا. حطيت نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وحطيت عليه 4 معالق من السكر البودر، وحطيت كمان معلقتين كبار من القشطه. وهبتدي اجيب كوبايه كده من الماء المثلج، والميه تكون عندي ساقعه، او كمان ممكن استخدم لبن ساقع. وابتدي بقى اضرب الكريمه بتاعتنا بالشكل ده. بصوا بقى القوام حلو جدا. هبتدي بقى انزل عليه او على الكيك بتاعنا، وابتدي ان انا افرده. وممكن كمان تفرديه بالمعلقه عادي جدا، بنحطها كده على وش الكيك زي ما حضراتكم كده شايفين. الطبقه دي حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي. وده طبعا ده سر القشطوطه، ان احنا طبعا بنحط قشطه في قلب الكريمه. اللي بقى ما تعرفوش ان الطبق ده نصه بالظبط او قطعه الكيك وكمان اقل بتتباع بره ب 35 جنيه، وطالعه بقى ترند الايام دي كده، كل الناس بتروح تجربها. انا بقى قلت اعملها بطريقه سهله وبسيطه كمان تبقى اقتصاديه وموفره معانا. دلوقتي بعد بقى ما حطينا الطبقه من فوق كده، هبتدي ان انا ادخلها كده التلاجة علشان تمسك كده مع بعضها. وتعالوا بقى دلوقتي نجهز لطبقه الكراميل. طبعا انا اخترت صوص الكراميل لان هو صوص سهل وبيبقى اقتصادي معانا. ابتديت جبت الطاسه عندي، نزلت بنص كوبايه من السكر، هيبتدي يتحمر معانا. هقلبه بالشكل ده كده، وبقلبه بالراحه، وبتكون العين واطيه معانا، ما بتكونش عاليه عشان ما يتحرقش معانا. هقلبه بقى بالشكل ده لحد ما ابتدي اتاكد ان حبيبات السكر كلها كده دابت معانا بالشكل ده. دلوقتي بقى هبتدي بعد ما السكر اتحمر معانا، هبتدي اجيب مكعبين من الزبده، وابتدي ان انا اقلبهم لحد ما يبتدوا ان هم يدوبوا معانا ويسيحوا في قلب السكر بالشكل ده. وبتكون برضو النار واطيه معانا وما بتكونش عاليه عشان ما يتحرقش معانا. هجيب بقى دلوقتي نص معلقه كده، كوبايه من اللبن، وابتدي انزله واحده واحده واقلب. هتلاقوه طبعا اتكتل معاكوا كده اتجمع، بس هيبتدي ان هو مع النار الهاديه هيبتدي ان هو يفك كده معانا على طول. ادي بقى شكله فك طبعا معانا بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا بقالي اسبوع، بجد من اسبوع كنت مصوراها، بس ما كنتش قادره امنتج لسه الفيديو. كنت عاملاها من الاسبوع اللي فات، وعايزه اقول لكم بجد كانت طعمها حلو جدا. ادي بقى شكله. بصوا معانا بعد ما غلي، هبتدي اجيب كده سويس رول عندي او اي طبق او اي حاجه، وابتدي ان انا افضيه فيها. هسيبه كده لحد ما يبرد شويه ويهدى، وابتدي احطه بقى باي شكل بقى على ايه، على الكيك بتاعنا. برد معانا زي ما حضراتكم كده شايفين، وابتديت افرده بقى. حابه انت بقى تعملي اشكال كده من فوق، اعملي زي ما انت حابه، لكن انا اكتفيت بشكله كده اهي. بصوا شكلها قشطوطه دي ولا مش قشطوطه؟ مش قشطوطه، قشطوطه اهي. يا سما، بصوا اهو. تعالي يا سما، بصوا انا عملتها هنا يعني زي ما قلت لكم عشان يعني كل اتنين ياخدوا في علبه واحده. سما خدي، بصوا تحفه تحفه. تعالي يا سما سيمو، بطلي بقى، كفايه خلاص يعني. انا هنقفل الفيديو ده بقى. دي اخر معلقه، اخر معلقه. طب وانا اهي اخر معلقه. اخر معلقه. لا انا الكبيره. انا صغيره لازم تبارك لها في الحاجه. حرام. كفايه طبعا عشان اختم الفيديو. كفايه وبعد الفيديو نبقى بس كده خلاص، كده مش عاجبين. بصوا خطيره. كلنا نصها واحنا واقفين.
يلا دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة، عملناها بمكونات سهلة وبسيطة ومقادير سهلة جدا وبسيطة. يلا اشوفكم على خير واسيبكم بألف خير وصحة وسعادة.